ما انا مش عارف يعني فيديوهات وزفت ولا انا ابوك ولا قسم من الاهلي ايه خلينا ندوس وما شفناش. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ انا طالع اتكلم ان يعني ما طلعتش يوم ماتش الاهلي والزمالك عشان كانت ظروف وكده، سوا طلعنا ومعايا صاحبي مش هقول على اسمك عشان الناس وكده. المهم آه، في زيطة انتشرت من يوم ماتش الاهلي والزمالك على القفا بتاع، هو مش قفا كمان يعني، بس انا اعتبر زي ما هما يعني هنمشي مع الاهلاويه زي ما هما بيقولوا القفا اللي سعد سمير ادى لباسم مرسي. طيب اول سؤال بس، يعني ده باسم قبل ما التحسيسه بتاعت اللي هي جت هنا على قفا باسم، التحسيسه اللي هما بيحسبوها قفا دي، يعني باسم بهدل كرامه ميتين ام سعد خالص يعني. يعني في نفس اللقطه لو شفت الفيديو هتلاقيه طالع يعني باسم مطلع ميتين وخالص يعني. وكمان يعني تاني حاجة إن القفا ما بيعورش، ما بيعملش ست غرز هنا، ما يعني يعني مهما تقول يعني مهما بيقول لك خدت حقك مش خدت حقك، لا ما هو باسم برضو معلم عليه. القفا يعني مش مكتوب من فوق من ورا كده إن سعد سمير، لا، لكن هنا كل ما يشوف بص في المراية كده يلاقي باسم مرسي في الست غرز هنا معلم عليه. تاني حاجة بقى، هو يتكلموا يقول لك ان حكايه ان الاهلي رجع ومش رجع، هو انتوا رجعتوا في فوز واحد، ما احنا فشخينكم على بيتروس بورتو، ده اخر ماتش بينه وبينكم قبل ماتش الاهلي والزمالك اللي فات. فشخينكم عليه بجولين باسم يعني، وهو اخر ماتش برضه في برج العرب فشخينكم عليه بجولين باسم ومصطفى. يعني ايه اللي الاهلي رجع فيه يعني؟ مش عارف ايه اللي الاهلي رجع فيه. انتوا استنوا لحد ماتش السوبر ونشوف بقى، يا اما الزمالك هيكسب يرد اعتباره تاني، يا اما الاهلي يكسب يعني. ما تحسبوهاش بالطريقه دي، ما تحسبوهاش ان لما الاهلي يكسب ماتش يبقى هو اللي رجع ومش رجع. طب ما احنا لما كسبناكم ماتشين ورا بعض وما اتكلمناش يعني، ولا طلعنا زيطنا ولا قلنا الزمالك ومش الزمالك. اه فرحنا بس مش الفرحه المبالغ فيها بتاعتكم دي اللي هم بص البوابين، بص الحفل على البوابين. اه وكمان نسيت اقول حاجه بس، ان دلوقتي اي واحد ماشي في الشارع، يعني انا يوم ماتش الاهلي والزمالك انا ما قلعتش التيشيرت، كان يومين ورا بعض، بعد يوم الماتش واليوم اللي بعديه. ماشي في الشارع كل يقول لي الحق الحق الحق. طب يعني الحق وامشي بلبوس عشانك يعني ولا ايه؟ طب ما تقلع اللي انت لابسه انت كمان عشان تبقوا بلابيس كلكم يعني. ايه اللي الحق يعني؟ هتستفاد ايه لما انا اقلع؟ هتشتريها مني يعني ولا هتاخدها يعني تعمل بيها ايه؟ ايه اللي الحق ده انت؟ انت هتعمل بيها ايه طيب؟ يعني هو الجمهور متخلف. الحق. بص قفا باسم يعني حاجه فشيخه. ولما يعني لو انتوا فاكرين يعني، يوم ما باسم عور سعد هنا قعدوا يقولوا ايه، بلطجي ومش بلطجي وما بيلعبش كوره والحاجات دي، لكن هو يعني القفا ما بيعورش. معلش بس كان الاهلاوي بياخد الزباله فرحت دلوقتي. المهم فلما باسم ضرب سعد وعوره، اداله ست غرز في عينيه، باسم بقى بلطجي ولعيب ما بيعرفش يلعب وبلطجي وبص همجي ومش عارف ايه حاجه الهبل ده. لما سعد ادى الباسم بالقفا على قفاه بقى ايه، سعد اخدت حقك راجل عفياجي بتاع يعني مش عايز اشتم عشان في بنات بتشوف الفيديو ده، في ناس قرايبي لسه ضايفهم جداد هيشوفوها هخش اروح انا في داهيه. بس انا برضه مش هقلل الشتيمه يعني، انا معروف باسلوبي يعني، انا اسلوبي كده مش عارف اغيره. لكن انا في الاخر بس يعني انا مش زعلان على ادائنا في الماتش يعني، انا مش زعلان، احنا ادينا والماتش ما يعني ربنا ما كانش فيه توفيق يعني. بس الحمد لله الحمد لله الزمالك يعني تحسن، بس برضو ما اعرفش حتة المدربين المصريين بالذات قدام الاهلي. يعني نلعب الموسم قبل ماتش الاهلي يعني تعالوا نقارنه، آه، قارنوا محمد حلمي في الماتشات اللي قبل الاهلي كلها وماتش الاهلي لوحده. يعني قبل ماتشات الاهلي بيلعب بكل لعيب يعني، بيفكر، تحس ان هو بيفكر وبيلعب صح. بيجي قدام الاهلي تحس انه في لعنه نزلت عليه. بي... بيعمل حاجات غريبه، بيعمل حاجات غريبه والله انا مش عارف في ايه. انتوا بتيجوا قدام الاهلي وبتتلخبطوا. طب انت يعني الاهلي ده زيه زي اي فريق تاني، مش الاهلي مش 16 لعيب وانت 11 يعني، ما ده 11 ضد 11 يعني، ما فيهاش حاجه يعني، ما فيهاش حاجه لما انت تلعب زي ما بتلعب الاهلي بخطه اكيد هي اللي هتلعبها بيها لما تلعب اي فرقه تانية. يعني الاهلي زي طنطا،
مع احترامي لطنطا طبعا، يعني الاهلي ما يتقارنش بطنطا طبعا، يعني طنطا اكبر اكيد يعني. بس في الاخر بقى، آه بشكر الناس اللي هي وقفت جنبي، وبالذات احمد عشان هو اللي قال لي ارجع اعمل فيديو. وكمان بقول له يعني التجمع كان جامد، يعني التجمع الزملكاويه بتاعنا احسن تجمع على مستوى المحافظات على فكره يا جدعان. و يعني كل اللي عايز يجي التجمع ده ان شاء الله هيبقى كل ماتش اهلي وزمالك هو بيتعمل التجمع ده. واللي عايز يبقى يجي ان شاء الله في ماتش السوبر قريب ده، ان شاء الله يبقى فيه تجمع ونروح كلنا، وان شاء الله نفرح تاني. ان شاء الله الدوري الزمالك والسوبر الزمالك.